انا اضمن لك بعد ما تسمع الفيديو ده للنهاية هتكون فاهم واحد من اهم التريجرات الموجودة جوه NetN. ازيكم؟ انا ابراهيم. ده الفيديو الرابع في سلسلة تريجر بالعربي، وفي السلسلة دي بنشرح كل التريجر الموجودة جوه NetN بالتفصيل، وبنعرف مشاكلها ايه وبتستخدم في ايه. وده الفيديو الرابع في السلسلة دي، وفي الفيديو ده هنشرح المانيوال تريجر. بس قبل ما نبدأ خلينا نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما يا رب. علمنا يا رب علمنا، ويلا بينا على الشرح. طيب صديقي العزيز، دلوقتي احنا هنشرح اول تريجر موجود معانا جوه NetN. هو تريجر سهل وبسيط وهيخلص معانا في منت. لو انت عندك شركة وعايز تعمل سيستم يستقبل بيانات عميل ويسجلها ويبعت اشعار او مسج على الداشبورد جوه CRM ويصنف الطلب بتاعه، هل لازم من اول دقيقة تربط ويب هوك او واتساب تريجر او تليجرام تريجر؟ في الحقيقة لا، بنحتاج نود هنا علشان نجرب بيها الورك فلو قبل لما نجرب اي حاجة او نحط داتا حقيقية فعلا ونربط تريجر حقيقية عشان نستقبل عليها الداتا دي. وهنا بيجي دور المانيوال تريجر. المانيوال تريجر واحد من اهم التريجرات اللي لو انت بيجنر او لو انت محترف هتستخدمها، لانك بكل بساطة قبل لما بتدخل داتا حقيقية لازم تعمل داتا فيك علشان تجرب الاول الورك فلو، هل الورك فلو هتشتغل زي ما انت عايز، زي السيناريو اللي في دماغك وهكذا. فالمانيوال تريجر وظيفته ان هو انت بس بتدوس اكسكيوت ورك فلو علشان الورك فلو او اللوب بتاعتك تشتغل. فدي وظيفته بكل بساطه. المانيوال تريجر هو التريجر اللي بيبدا ورك فلو. لما انت تبدا ان انت تضغط اكسكيوت ورك فلو بنفسك بتبدا الورك فلو بتشتغل. مفيش عميل بيبعت فورم، مفيش وقت معين جه، ومفيش رساله وصلت من واتساب تريجر او تليجرام تريجر، ومفيش سيستم خارجي بعت داتا. لو جينا نصنف دول كده على السريع كده بعيدا على موضوع المانيوال تريجر، مفيش عميل بعت فورم، احنا كنا بنستخدم في الجزئيه دي حاجه اسمها اون فورم سبمشن. طيب مفيش وقت معين جه، احنا بنستخدم في الجزئيه دي سكيدجول تريجر. في كل مره هقعد اعيد لك ده لان انا عايزك تحفظ معايا المصطلحات دي والحاجات دي لان هي مهمه جدا يعني، فاهمني؟ مفيش رساله وصلت من واتساب وهنا واتساب تريجر او تليجرام تريجر عادي جدا. مفيش سيستم خارجي بعت داتا وهنا بيجي دور الويب هوك. اي حاجه جالك من بره بتعتمد على الويب هوك. طيب يا صديقي العزيز، دلوقتي انا بحب اوصف المانيوال تريجر بكلمه واحده بس: شغل بايدك علشان تجرب. هو المانيوال تريجر كده يعني، انت بتشغل بايدك الورك فلو علشان تجرب الورك فلو بتاعك. طيب احنا دلوقتي هنشوف قصه كده مع بعض عشان تفهمني اكتر. انا جالي عميل اسمه احمد ده كان عايز يبني سيستم يرد على العملاء كلها دفعه واحده، تمام؟ علشان يوفر وقت ومجهود وكده. طيب انا بقى كشخص تكنيكال بدرس السيستم اللي عايزه احمد ده، بشوف الداتا بتيجي ازاي وبشوف ممكن تيجي لي من امتى. فالسيستم الحقيقي اللي احمد ممكن يحتاجه، الداتا ممكن تيجي لي من على موقع، او ممكن تيجي لي من رساله على واتساب، او ممكن تيجي لي مثلا من اعلان على فيسبوك او انستجرام. فانا كشخص تكنيكال ببدا ان انا ادرس الحاجات دي علشان اشوف ازاي هبني الورك فلو بتاعتي. طيب انت خلاص حددت الورك فلو بتاعتك، الاكشن هتكون ماشيه ازاي، بتبدا بقى ان انت تعمل الداتا اللي هتعدي على الاكشن دي. لان مهم جدا ان انت تبتدي بالداتا بتاعتك الاول علشان تشوف الاكشن يبقى ماشي ازاي. هل الداتا هتجيلك صح؟ هل انت لما تبني الاكشن بتاعتك هل فعلا هتبقى عارف تحط النيم في خانه النيم كويس، السيرفيس في خانه السيرفيس كويس؟ لان هنا NetN او الاوتوميشن بكل بساطه بيعتمد على حاجه اسمها بالك. البالك دي او الخانات بيعتمد على حاجه اسمها خانات. انا دلوقتي زي ما شرحت لكم في السيشن اللي فاتت جالي داتا. الداتا دي بتكون مثلا في هيئه اسم ورقم تليفون وايميل وسيرفيس او خدمه. طيب انا دلوقتي عايز ابني اكشن من الداتا اللي جايه من المانيوال تريجر. مش هاخد اسم احمد محمد واحطه في الاكشن اللي بعد المانيوال تريجر. اي اسم هيجي لي في خانه النيم دي هيطبق عليه الورك فلو. يعني لو انا نفترضنا يعني انا خدت اسم احمد محمد ده وحطيته في الاكشن بتاعي، لو جالي اسم محمود حسن الورك فلو بتاعتي مش هتشتغل. واصلا NetN هيقول لك ان في ايرور لان انت اصلا مش حاطط الخانه صح. ففي حالتنا هنا هنستخدم خانة النيم مش احمد محمد. طيب رقم الفون، انا مش هسحب رقم التليفون بتاع احمد محمد واحطه في NetN، لا انا هاخد البالك او خانة النيم واحطها في NetN. طيب خانة الميل، انا مش هسحب الميل برضو واحطه جوه NetN، انا هسحب الميل كلمة ميل علشان احطها جوه NetN، لان اي ايميل هيجيلي بيندرج تحت الميل هيبدأ يحصل معاه الحاجات اللي انا اعملها في الاكشن. السيرفيس برضو نفس الفكر، مش هحط انا مهتم بخدمة تسويق لان اي حد
حد يجي بعد كده يكتب لي اي سيرفيس تانية مثلا زي اوتوميشن زي ماركتنج والكلام ده كله، مش هيشتغل الورك فلو. واصلا ان بيقول لك ان هنا في ايرور. بس دي بكل بساطه. فانت مهم جدا انت تعرف ازاي تقرا الداتا، لانك لو ما عرفتش ازاي تقرا الداتا صدقني مش هتعرف تبني الورك فلو بتاعتك. اصلا 85% من بناء اي ورك فلو هو ازاي انك تفهم ان بيتكلم ازاي مع الحاجات اللي شغاله، بيتكلم ازاي مع الويب هوك، بيتكلم ازاي مع الاي اي ايجنت. ايوه كل دول بيتكلموا مع بعض، لانك بتربط كل حاجه مع بعض، وكل حاجه بتمشي كده في نود ولوب كده، لازم تشتغل مع بعض بشكل كويس. طيب انا دلوقتي ممكن ادخل على ان ونشرح المانيوال تريجر من جوه، بس انا عملت حركه احسن من كده بكتير. بص كده، انا جبت ان عندنا هنا في البورد دي علشان اشرح لك. هي ان حرفيا التريجر بتاعت المانيوال تريجر هي اصلا في الحتتين دول بس. شكرا. اي حاجه بعد كده نشرحها جوه ان فانا حبيت ان انا افصل لك كل حاجه، وكل مره نشرح تريجر معين هنشرحه من جوه زي ما انت شايف كده. واحسن واحد انت متهيألي هيكون اسهل لك هو المانيوال تريجر، لانه مفيهوش حاجات كتيره. طيب الصوره دي بتوضح السيتنج اللي ليها علاقه بالمانيوال تريجر في ان ومعظم الاعدادات دي موجوده تقريبا في اغلب النود اللي موجوده جوه ان فخلينا اشرحها لك باللغه العاميه، لانك بكل بساطه لو عملت ترانسليشن جوه ان مش تفهم اي حاجه، لانها هتكون باللغه العاميه باللغه العربيه الفصحى بحت، فاهم؟ مش تفهم اي حاجه. طيب انت عندك السيتنج لما بتخش على المانيوال تريجر بتكون بالشكل ده. بيقول لك فوق وين كليكينج اكسكيوت ورك فلو، يعني اول لما تدوس اكسكيوت الورك فلو بتاعتك هتشتغل. انت ممكن تغير الاسم ده عادي وتسميه اي حاجه. اول زرار بيقابلنا وهو السيتنج، وده فيه بقى الشغل كله. اول حاجه بتقابلنا معانا وهي الاولويز اوتبوت داتا. لو فعلتها النود هترجع داتا حتى لو العمليه ما فيهاش اوتبوت اي اوت. يعني لو النود معينه عملت اكسكيوشن بنجاح، عايز انت عامل لوب انها ترجع تاني الداتا، مثلا ترجع الداتا تاني. الداتا دي لو رجعت لك فاضيه الورك فلو تفضل شغاله مش هتقف. يعني مثلا انت بتبعت الداتا دي جايلك فاضيه، النيم صفر او الايتم كلها زيرو ما فيهاش داتا، الورك فلو هتفضل شغاله عادي. ففي حالتنا هنا احنا مش بنستخدم او مش بنفعل ده لانه ملوش اي قيمه. لو انت مثلا حاطط حاجه، مثلا لو العميل عملها غلط، او انت اصلا بتحتاج ان انت تغير المانيوال تريجر، انت مش تحتاج الاوبشن ده، لان بعد كده انت هتغير المانيوال تريجر اكيد مش هتسيب الورك فلو بتاعتك على المانيوال تريجر. هي دي بكل بساطه. تاني حاجه معانا هو الاكسكيوت وانس. لو انت عندك 100 ايتم داخلين ان وعرفنا ان ان بيتعامل مع الداتا على انها ايتم جوه ايتم في السيشن اللي فات. طيب انت عندك 100 ايتم داخلين جوه النود اللي موجوده جوه ان لو هي مقفوله هتنفذ 100 مره لكل ايتم فيهم. طب لو هي مفتوحه هتنفذ مره واحده بس مهما كان عدد الايتم. بص بقى عشان اشرح لك اكتر. انت عندك عميل جالك عايز يبني سيستم يرد على العملاء. في حالتنا اللي فاتت دي كان تمام. انت مثلا عندك 100 رساله، لو انت عملت انت بتجرب لسه، لو انت معاك داتا فعلا ومعاك ال 100 رساله دول وعملت خليت دي مفتوحه، هيبعت لاول واحد بس شكرا، او اول واحد قبله. هو كان يعني لو ال 100 رساله دول هيعتبرهم ايتم واحد بس، تمام، او ال 100 رساله دول هيعتبرهم شخص واحد بس او رساله واحده بس، وهيرد على اول واحد فيهم بس. بالتالي ان انت هيبقى بالتالي معاك 99 عميل ما تردش عليه، فبالتالي هيكون عندك 99 واحد ما تردش عليه. ده في حاله ان انت فتحت الاكسكيوت وانس. لو فتحت الجزئيه دي جوه التريجر ده، لو هي مقفوله هتنفذ 100 مره لكل ايتم فيهم، يعني كل ايتم هيترد عليه، كل رساله هيترد عليها. تخيل معايا كده انت معاك كيس، الكيس ده او بوكس كده فيه ورق. الورق ده انت بكل بساطه انت قافل الاكسكيوت وانس دي، قافلها. هتاخد ورقه تبدا ان انت تقراهم، وتخلص الورقه دي تعدي على الثانيه، تخلص الورقه دي تعدي على الثانيه، وهكذا. طب انت فاتحها، انت هتاخد اول ورقه كده تقراها شكرا وتقفل البوكس. فبالتالي بقى عندك 99 ورقه جوه مش انت ما قريتهمش، انك ما جاتش عليه. هي دي وظيفه الجزئيه دي. طيب الريتراي اون فيل. لو انت عندك نود فشلت بسبب مشكله معينه، يعني مثلا وقت خلاص حصل مشكله في النت وانت بتجرب مثلا مشكله اي بي اي، ودي بتحصل كتير جدا، وهنشوف ازاي نبدا ان احنا نحلها علشان نمنع البج دي من انها تحصل. لان اكبر مشكله تحصل بعد لما انت تسلم الورك فلو، ومثلا انت في احلى نومه مثلا في جزئيه معينه، انت خلاص في البريك بتاعك او في وقت ما العميل يرن عليك يقول لك الو السيستم بتاعي واقف مش شغال، فانت بقى تخش تلاقي اصلا مشكله اي بي اي. ولما تدوس اكسكيوت كذا مره او تنشط تعمل ريفريش للورك فلو بتاعتك، تبدا المشكله تشتغل. فده بيكون عدد الريكوست على الاي بي اي بيكون عالي، فبيسبب مشكله. فالاي بي اي بيبقى عايز ياخد
نفسه شويه علشان او يرتاح شويه علشان يقدر ان هو يكمل بعد كده. فدي مشكله منتشره يعني، وهنشوف ازاي بتتحل يعني، سهله يعني. طيب لو انت فعلت الريتراي اون فيل هيظهر معاك الشكل اللي انت شايفه قدام منك ده. اول حاجه معانا، اول سيكشن معانا في الجزئيه دي، لو النود فشلت انت ام بيحاول يشغلها مره تانية بدل ما يستسلم من اول مره. بكل بساطه العدد او الرقم 3 ده هو بيجرب مره ما نجحتش، مثلا هيجرب التانية ما نجحتش، هيجرب التالتة ما نجحتش، خلاص هيوقف الورك فلو على حسب الرقم اللي انت بتحطه هنا. هو بقى بيبدا ان هو يعمل اكسكيوت لوحده. بس في حالتنا هنا احنا مش هنفعل الريتراي اون فيل لان دي مانوال تريجر. صديقي العزيز، انت بيبقى الماوس مستني ان انت تدوس اكسكيوت ورك فلو علشان الورك فلو تبدا انها تشتغل. طيب الجزئيه اللي بعدها او الجزئيه اللي ليها علاقه بالوقت دي، المره اللي هيستنى فيها ما بين كل محاوله والتانية. يعني انت عامل دلوقتي 3 مرات، هيستنى قصدي دقيقه ما بين كل محاوله ومحاوله. يعني انت حاطط 3 محاولات، هيعمل اول محاوله يقعد دقيقه، هيعمل تاني محاوله ويقعد دقيقه، وهيعمل تالت محاوله ويقعد دقيقه، وهكذا على حسب يعني الرقم اللي انت حاطه. مش شرط دقيقه، انا افترض ان احنا حاطين 1000 ثانيه، فاهمني؟ هو بيتعامل بالملي سكند، فاهم؟ بيتعامل بالثانيه. الاون ايرور هو بيحدد يعمل ايه لو حصل ايرور. يعني لو حصل ايرور معين، لو فعلت الاوبشن ده اللي هو ريتراي اون فيل، انت من هنا بتحدد لو حصل مشكله معينه يبدا ايه اللي يحصل بعدها. ستوب ورك فلو يوقف الورك فلو كلها. طيب كونتينيو يكمل باقي الورك فلو حتى لو النود حصل لها ايرور وفشلت، ولا يكمل الورك فلو ويطلع لك الايرور ده في مسار مختلف تقدر ان انت تتعامل معاه. ودي كويسه جدا في بعض الحاجات، في بعض الحالات، لان احنا بنستخدمها كتير جدا في الويب هوك، وبنستخدمها في السكادجوال تريجر والفورم ان او الفورم اون سبمشن. لان احنا بكل بساطه لو حصل اي ايرور بيطلع الايرور على جنب ونبدا ان احنا نعالجه بعدين، فاهمني؟ احنا بقى في الجزئيه دي كتكنيكال احنا بنسهل على نفسنا اكتر. يعني انت ممكن تربط التليجرام بتاعك، تعمل تليجرام كده وتعمل يعني دي حاجات ادفانس دي، يعني ممكن انا اشرحها لك بعدين. بس انا ممكن اقول لك نعمل ايه هنا في الجزئيه دي. لو انت جالك ايرور من عميل في ورك فلو، ممكن تعمل تريجر او ورك فلو خاصه بيك انت. يعني لو حصل ايرور في اي نود او في اي ورك فلو انت سلمتها للعميل، يبعت لك مسج وقتي ان في ايرور حصل في الورك فلو ده يحصل لا تلقائي من غير ما العميل لسه هيكتشف وبعدها يرن عليك. يكون مثلا، على فكره في ناس بتبقى او في بيزنس اونر بيبقوا معتمدين على الموضوع ده، لو ان شاء الله يعني اشتغل فعلا، ان هو فعلا لو وقف هيقفوا هما ويتعطلوا. كل بالنسبه لاي اونر بيزنس كل دقيقه بتفرق معاه في البيزنس بتاعه. فانت لو انت عامل حركه زي كده، انت هتخلي العميل اول ما يقولك المشكله دلوقتي اتحلت، من قبل لما يقولك اصلا المشكله، ومن قبل ما يقولك ان انا دلوقتي الورك فلو مش شغاله او السيستم وقف، صلحولي. انت تقول له يا باشا خلاص السيستم بتاعك اتصلح، انا وصلت لي المشكله. فالعميل هيشوف ان انت شخص مسؤول وشخص عارف انت بتعمل ايه وخايف على شغلك فعلا. فدي جزء تكنيكال يعني ممكن نبقى نشرحها بعدين. تاني حاجة معانا وهو النوت. ده البوكس الصغير ده انت بتكتب فيه النوت بتاعتك، علشان مثلا لو انت شغال مع تيم او حاجه، اي حد يخش على التريجر يبقى عارف وظيفه التريجر دي ايه. وبرضه هقول لك تاني ان دي مانيوال تريجر، كل ده هيتشال بعدين وهتستبدلها بسكادجوال تريجر، اي حاجه هتشتغل اوتوميتد لوحدها. لو فعلت الديسبلاي نوت ان فلو، لو انت كاتب حاجه جوه النوت هنا او جوه البوكس ده، النوت هتظهر لك بره كده، هتظهر بره كده، مش لازم تخش على السيتنج عشان تقرا النوت دي، لا هي هتظهر لك من فوق كده، فوق النود. طيب اهم زرار عندنا هنا وهو الاكسكيوت ستيب. هنا لو النود انت دوست عليه، لو دوست على الزرار ده هتبدا ان انت تشغل الورك فلو. وفي حاله المانيوال تريجر تحديدا الاكسكيوت ستيب والنودز والاون ايرور هم دول اللي احنا بنستخدمهم في المانيوال تريجر. زي ما قلت لك انت كل ده بتستبدله بحاجه بتشتغل لوحدها اوتوميتد، علشان زي ما قلنا احنا بنعمل اوتوميشن مش حاجه نشغلها بايدينا. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو انت مهتم بمجال الاي اي وحابب تعرف اكتر اعمل لي فولو.